يلا نعمل كبسة سعودي على اصولها خطيرة. هننزل بمعلقة زيت، وننزل بمعلقة زيت زيتون رجب العطار. هنشوح اللحمة ونديها لون على الناحيتين. وهنزل بالمستكة اليوناني اللي دايما بتسألوني بجيبها من فين، بجيبها من عند رجب العطار. وهننزل ببصلة متقطعة جوانح، وهننزل بقطعة من الزبدة، رشة من الملح، وهنزل بالبهارات بتاعتي من رجب العطار، فلفل اسود حصى، حبهان، ورق لورا، وهقلبهم بقى مع بعض. وهنزل بقى بالمية المغلية وهسيب اللحمة بتاعتي تستوي. هنزل بمعلقة صغيرة من بهارات الكبسة من رجب العطار، وهنزل بواحدة لومي واحدة قرفة، وهنزل بعودين قرنفل من رجب العطار. هنزل بالرز البسمتي المغسول، وهننزل ب2 طماطم مضروبين في الخلاط، ونقلبهم كلهم مع بعض. وعرفت من شيف سعودي ان الكبسه ما بتتقلبش نهائي، كل اللي بنعمله ان احنا بنستنى الرز يطلع كده فوق، وبعدين بنغطيه فويل كويس جدا، مش عايزه اي بخار يطلع من الحله خالص، وبعدين بنغطي ونسيبها بقى تستوي على نار هاديه من تلت لنص ساعه، وتبقى خلصت معانا وجاهزه معانا. نفتح بقى ونشوف الكبسه الخطيره بتاعتنا. وكده الكبسه خلاص استوت معانا. اهم حاجه فلفلوها كده وانتوا بتقدموها. ننزل بقى شويه من سلطه الدقوس كده على الكبسه بتاعتنا، ونقلب الكبسه كده، وندوق بقى مع بعض. خطيره. يلا هستناكم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. باي باي.